فكرة إن أنا هابيع كتير أو كده، باحس إن ده decision. أنا ما شُفتش إن الbusiness عمره طلب ولا هو فاهم يقول لك أنا عايزك تعمل لي مثلًا microservice application، يعني عمر ما الbusiness بيطلب ده. آه. فدايمًا اللي بياخد القرارات دي بيبقى غالبًا tech يعني، وواحد ومسوّح نَفْسه غالبًا، يعني هو بيسوّح ومسوّح نَفْسه نَفْسه، بالضبط. والbusiness ما طلبش منّه يعني. بالضبط، وغالبًا بيبقى عشان هي حاجة trendy، أنا عايز أعمل حاجة جديدة، أنا مش عارف إيه بتاع، أو هو واحد فعلًا عنده ميول للmicroservice، أنا حابب الmicroservice architecture. وغالبًا بيبقى حد اشتغل في، وده رأيي طبعًا، إن حد يشتغل يا إما ما جرّبش خالص الmicroservices، أو اشتغل في مكان ما فيهوش scale خالص وعمل microservices فما شافش مشاكله. هو بيكلّم الservice للservice، بتتكلّم كإنه صباح الفل، صباح الفل يعني، اللي هو بالضبط، أكنه method request call. response. بالضبط. فهو بالنسبة له هو ما شافش المشاكل لسه، كانت شغالة يعني. فيالّا بقى نapply ده في أي حتّة تانية. غالبًا اللي شاف المشاكل بتاعة الmicro services بيبقى متحفّز أوي لو هياخد قرار بعد كده. هو أنا كنت هناك وجيت فإيه، يعني ما حدّش يقول لي. فبس دي حتّة الإيه، إن مش الbusiness اللي بياخد decisions دي، كده، هو الtech اللي بياخد الdecisions دي.